الاهلي واعاده الهيكله اللي حصلت ورحيل يستروب. هنتكلم على حاجات كتير، بس قبل اي حاجه لايكك كده واشتراكك لو جديد معانا. من شويه يعتبر من ساعه بالظبط الاهلي اعلن نهايه يستروب مع الاهلي بالتراضي يعني وكده وفسخ العقد. فدي كانت حاجه كويسه. بس الحاجه بقى اللي لازم تعملها في الخطوه اللي جايه، ما تعملش بقى اللي هو الشروط الجزائيه اللي هي عاليه قوي دي. ما تجيبش مثلا مدرب يجي يجرب هنا، تجيب مدرب يعتبر عنده شخصية قوية، تجيب مدرب بقى عنده يعتبر يعني حتى التكتيك بتاعه كويس. مدرب يلعب اللي هو تكتيك هجومي وفي نفس الوقت يبقى عنده توازن، يعرف يعمل دفاع كويس. برضو حتة عد هيكلة. شفت برضو موضوع يعني كابتن محمد يوسف في قطاع الناشئين، ده حاجة يعني حاجة يعني لازم تقريبا يمسك أي منصب وخلاص. فأنا كنت يعني شايف إن يبقى فيه يعني دماء جديدة، شوف يعني حد يمسك قطاع الناشئين يقدر يخرج لك يعني لعيبة يعتبر. إنما أنا بحس إن قطاع الناشئين اللي هو كل سنة يعني أنت بتعين حد كده والسلام، يعني ما بيطلعش حد إلا قليل قوي. بس يعتبر اخر فترة كان يعني الدنيا ابتدت يعني في لعيبة تخرج، يعني عندك يعني كان حمزة وكان بلال عطية يعني في ناس كتير خرجت من قطاع الناشئين، بس من الاهلي على بره على طول على اوروبا. برضو حتة المهندس عصام سراج الدين تقريبا يعني اسمه كده، اللي هو مدير التعاقدات. اتمنى بقى اللي هو يعني يكون يعني يجيب صفقات كويسة. اتمنى اللي هو يعني يتم الصفقات، مش هيبقى تفاوض وخلاص وفترات اللي هي فوتوشوب. اتمنى يعني الاهلي يبقى فيه تصحيح للمسارات، اتمنى الاهلي يبقى احسن. وبرضو يعني اعلنوا خلاص وائل جمعة مدير الكورة، فكل التوفيق للاهلي في اللي جاي، وباذن الله الفريق يصح الغلطات بتاعت الموسم اللي فات ويبقى الموسم دوت يعني احسن من الموسم اللي فات. كل الدعم للاهلي. سلام.